نبدأ كلامي بالصلاة والسلام على الحبيب، واللي صلى عليه عمره يخيب. خوتي وخواتاتي، صليوا على رسول الله. ايوا غبرة، واش من غبرة هادي؟ ما خفاكم، هاد المرض وهاد الرواح اللي ما بغاش يفوت خلاص، ما كيخليش ليك لا القانا ولا الجهد باش دير شي حاجه. وهاد الشيء اللي كان مغبرني هاد الايام. وإلا رجعتوا للفيديو ديالي اللي من قبل من هذا غادي يبان لكم الصوت ديالي كيفاش كان، ولكن دابا شويه الحمد لله، وعليها عدنا والعود احمد. رجعت وماشي بيدي خاويين، جيت وجبت لكم معايا واحد مولاتي قصه من داكشي اللي كيعجبكم. القصه حقيقيه 100%، ومولات القصه هي اللي عاودتها بلسانها. القصه شي حاجه اللي كتبورش وقمه في الرعب، وكذلك فيها عبره. وقبل ما تسمعوا للقصه، الا كنتوا اول مره تشاهدوا فيديوهاتي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فبلا ما نطول عليكم، على بركه الله نبداو الحكايه. في سنة 1997 في الكويت كانت واحد المغنية اللي مشهورة ومعروفة بزاف. كانت مغنية شعبية، أو كيف ما كيقولوا لها الكويتيين الدقاقة نورة. كانت كتحيي الأعراس والصوت ديالها كان زوين بزاف، والعرس اللي مشات ليه كانت كتنشطو. وفي ديك الوقيته كانت مطلوبه بزاف، وحتى الناس من خارج الكويت كانوا كيطلبوها باش تحيي لهم الاعراس والحفلات ديالهم. وفي واحد النهار من ايامات الله، هذيك السيده اللي سميتها الدقاقه نوره كانت جالسه حتى كيجيها واحد الاتصال من عند واحد المراه. قالت لها هذيك المراه باللي بنتها عندها العرس، وبغات الدقاقه نوره تكون في عرسها وتنشطو. وبالضبط بغاتها في نهار الخميس مع 10 ديال الليل، والعرس غادي يكون في واحد البلاصه اللي في الكويت واللي سميتها صباحيه. وعليه اتفقت ديك السيده مع الدقاقه نوره على مبلغ واللي هو 500 دينار، واللي في داك الوقت كان مبلغ جد محترم بالنسبه للفنانه. وفعلا وصل نهار الخميس، جمعات المغنيه نوره الفرقه ديالها والمعدات ديالها ومشات لداك العرس في العنوان اللي عطتها السيده. اول ما وصلوا بانت لهم هذيك الفيلا اللي فيها العرس مقاده ومزوقه من برا، والطوموبيلات ديال المدعوين واقفين حداها. كاينين الناس داخله خارجه، والوليدات الصغار كيلعبوا حدا الدار. الامور كتبان هي هذيك، والعرس كيبان كل شيء على حقه وطريقه. دخلوا لهذيك الفيلا وكيبان لهم العيالات جالسين مقادين، وحتى الوليدات الصغار كيلعبوا، وكل شيء على احسن ما يرام. دخلت نورة هي والفرقه ديالها واللي مكونه من 6 ديال العيالات لواحد البيت، وبداو كيبدلوا حوايجهم وكيتقادوا وكيوجدوا باش يبداو يصايبوا المعدات ديالهم. وكانوا كيتسناو غير الناس يجيو كاملين باش يبداو الحفله ديالهم. هي هاديك وصلت 10 ديال الليل، وخرجت نورة والفرقة ديالها وبداو في الغنى والنشاط كيف ما موالفين. ولكن في واحد الوقيته ولات الفيلا غادا وكتعمر بالعيالات بواحد الطريقة اللي مبالغ فيها. يعني الا بغيتي تدوز خاصك ترد البال لا تقيس شي واحد او تدفعو، ولا الزحام بزاف. المهم بقاو الفرقه كتغني ومكملين، حتى دوك العيالات اللي في العرس عجبهم داكشي بزاف اللي كيقدموه، لدرجه مني كيتساليو نوره والفرقه ديالها شي اغنيه كيجيو دوك العيالات وكيسلموا عليهم من الحنك وكيشكروهم بزاف على داك النشاط اللي دايرين. هي هاديك وصلت 12 ديال الليل، والفرقه الموسيقيه حبسوا واحد شويه باش يشربوا الماء. وفي واحد الوقيته واحد المراه من الفرقه قالت لنورة: واش ما حسيتي بوالو؟ ما حسيتيش بشي حاجه فيهم غريبه وماشي هي هاديك؟ قالت ليها نورة: علاش مالهم؟ شنو فيهم؟ قالت ليها: واش ما لاحظتيش باللي مني كيجيو يسلموا علينا البشره ديال وجههم حرشه بزاف وخارجه منهم واحد الحراره اللي ماشي طبيعيه؟ نورة تقرصات وحسات انه كاينه شي حاجه
ماشي هي هذيك، حيت اصلا هي كانت شاكه ولكن ما بغات تقول لهم والو باش ما تخلعهمش. داكشي علاش قالت لصاحبتها ما تخافيش راه عادي، وغير بسبب انهم كانوا كيشطحوا عليها خرجت منهم ديك السخونيه. المهم حاولت تهدنها وتبين لها بلي ما كاين والو، ولكن واخا هكاك البنت اللي معاها ما اقتنعاتش وقالت ليها راه ولكن الحروشيه اللي فيهم بزاف، وحتى الطاقه اللي كيشطحوا بها ماشي طبيعيه. واخا هكاك نورة هدنات الوضع وضحكت معاهم وقالت ليهم راه هادشي عادي غير كيبان لكم، يلا خليونا نكملوا الحفله ديالنا. هي هاديك كملوا العرس كيغنيو وكينشطوا في دوك العيالات. وفي واحد الوقيته منين ضربات 12 ونص ديال الليل هنا ولات الاجواء حماسيه كتر، واحد الحماس اللي غير عادي وكيخلع، والفرقه بدات كيتزاد عندهم الشك كتر وكتر. واللي زاد اكد لهم الشك ديالهم هو انهم كيشوفوا في دوك العيالات كيشطحوا بطريقه جنونيه، وفاش كيشوفوا لجهه رجليهم كيلقاوهم ماشي عاديين، كيلقاوهم بحال الحوافر ديال الحيوانات وما كيشبهوش نهائيا للبشر. نورا والفرقه ديالها تخلعوا بزاف حتى ولا الخوف ديالهم باين في الاغنيه، والاصوات ديالهم كترعد بالخوف بقوه الصدمه من داكشي اللي شافوه. بداو كيشوفوا في بعضياتهم وبحال كيقولوا بعينيهم انه فعلا الشك ديالهم طلع في محله. نورة هنا تصرفت بذكاء، عاد ما زادت رفعت الصوت ديالها باش تغطي على الخوف ديال الفرقه ديالها، وزادت نشطات داك العرس وكتشوف في الجهه ديال الفرقه ديالها وبحال كتقول لهم بعينيها غير كملوا وما تبينوش الخوف ديالكم. وفعلا داكشي اللي داروا، الفرقه كملات الغنى وحاولوا يبينوا انهم ما واقع والو. وفي واحد الوقيته بكثرة الرعب والخوف وحده من الفرقه سخفات وطاحت الارض. وهذا الشيء خلى واحد المراه من هادوك اللي حاضرين تجي عند نورة وتسولها، قالت ليها مال هذيك السيده اللي معاك سخفات شنو عندها؟ نورة جاوبتها لا والو راها غير عيانه، بحكم هاد الايام خدمنا بزاف، خاصها غير تشرب الماء وراه غادي تولي بخير. ناضت نورة هزات هذيك البنت ودخلتها لواحد البيت باش على اساس ترتاح واحد شويه. غير دخلوا لداك البيت بدات نورة كتهضر معاها، قالت ليها خاصكي تهدني وما تبيني والو. هي تقول لي هذيك البنت واش عارفه مع من حنا جالسين اليوم، راه ماشي بشر بحالنا. جاوبتها نورة انا راني عارفه انه هاد العرس ديال الجن وماشي ديال البشر، ولكن الحل الوحيد اللي عندنا باش نخرجوا من هنا هو خاصنا نكملوا العرس ونغنيو مزيان باش ما يعيقوش بينا وباش ما يأذيوناش، وهكا نقدروا نخرجوا من هنا بخير وعلى خير. وفعلا هداك الشيء اللي داروا، رجعوا كملوا الغنى ديالهم حتى أذن الفجر. وفي ديك الساعه بالضبط برد الجو وكاع هداك النشاط والشطيح وداك الحماس كامل غادي يحبس في دقه شويه، وهو يطفى عليهم الضوء وديك الفيلا كامله ولات مظلمه، وحتى هادوك الحضور كاملين اللي كانوا تما كلهم غبر ليهم الاثار. وفي ديك اللحظه الفرقه كامله بداو كيغوتوا واحد الغوات هستيري بكثره الخلعه اللي عاشوها في ديك الليله. ونورة بقات جالسه جامده في بلاصتها وكتقرا القران في خاطرها، ولحسن الحظ كانت قويه وكتفكر بطريقه صحيحه، وقالت للفرقه ديالها الا بغينا نخرجوا ونجاو براسنا فراه هذه هي الوقيته، نوضوا جمعوا الوقفه خاصنا دابا نخرجوا دغيا. وفعلا داكشي اللي داروا، سمحوا في المعدات ديالهم كامله تما وناضوا خرجوا كاملين كيجريو، وبالفعل قدروا يخرجوا. وفي واحد الوقيته تلاقاو مع واحد الراجل كبير في العمر كان غادي يصلي الفجر، شافهم مخلوعين وكيجريو وسولهم فين كنتو وشنو كنتو كديروا هنا في هاد الوقيته. هي جاوبوا نورة قالت ليه باللي راه كنا خدامين في واحد العرس في هاد الدار، مع الدوره اللي دارت باش تشوف جهه الدار اللي كانوا فيها صدمات، لقات ديك الفيلا غير دار عاديه ومهجوره وكلها مخربه، وما كاينش الاثار ديال داك الزواق ولا ديال دوك الطوموبيلات اللي كانوا تما.
وهنا فين قال لهم هذاك الراجل باللي هذيك الدار راها مهجورة 10 سنين هادي، وباللي حتى واحد ما كيقرب ليها حيت معروفة باللي راها مسكونة بالجن، لدرجة شي مرات كيسمعوا أصوات جاية من تما. وتما فين تيقنات الدقاقة نورة باللي هذاك العرس اللي كانوا فيه كان عرس ديال الجن. ومن تماك ما عمرها ما عاودت غنات في شي عرس، اعتزلت الغناء الى يومنا هذا. وهاد القصة كاملة عاودتها بفمها هي والفرقة ديالها، وراها معروفة بزاف عندهم في الكويت. والصراحة موقف خايب بزاف، وهاد الشي اللي وقع ليها في قمة الرعب. وتخيلوا معايا شي نهار تمشيو لشي بلاصة معروضين ليها ويطلعوا هادوك الناس كاملين اللي حاضرين جن، شنو غادي تكون ردة فعلكم؟ كتبوا لي في التعاليق كيفاش غادي تتصرفوا. وإلا عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب. حتى لهنا وغادي نقول لكم تهلاو فراسكم، مع السلامة.